لو ما عندكيش في البيت غير رغيفين عيش بايتين هاتيهم وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل حاجه حلوه جدا جدا هتعجبك قوي وتعجب الاولاد. ويا جماعه بصراحه يعني والله في الغلا اللي احنا فيه ده مش عايزين نرمي ولا لقمه عيش، نحافظ كده على رغيف العيش وعلى كل لقمه، وخصوصا كمان احنا في الشتاء بقى وبنجوع كل شويه ونفسنا كده نقوم نعمل حاجه ناكلها او حاجه حلوه. فتعالوا بقى نجيب رغيفين عيش كده يكونوا بايتين عندك ما انتيش محتاجاهم، او بقوا ناشفين شويه عادي خالص، هاتيهم وقطعيهم كده صغير زي ما شفتيني بالشكل ده. بس فضلا منكم حطوا لي لايك للفيديو ويلا نشوف هنعمل ايه. جبت حله صغيره وحطيتها على النار وهحط فيها معلقه كده كبيره من الزبده، اي نوع زبده عندك، وهتحطيها كده على نار هاديه لحد ما تسيح خالص. اهم حاجه تفضلي تقلبيها لحد ما تسيح معاكي. تمام، بعد ما الزبده بتاعتي تسيح خالص هقوم نازله بكوبايتين من الميه، يعني كل رغيف عيش هياخد ايه كوبايه ميه. تمام كده، يبقى على حسب بقى ايه عدد العيش اللي انتي هتعمليه. هسيب بقى الميه بالزبده دي لحد ما تغلي، واول ما تغلي معايا هعمل ايه ههدي النار. اول حاجه النار بتاعتي بقى دلوقتي لازم تكون هاديه. بعد كده هنزل بقى بالسكر. بصوا انا مش حباها تكون مسكره، فهحط بس معلقتين كبار من السكر، فانتي ممكن تحطي من 3 ل 4 معالق من السكر على حسب بقى اختيارك واحتياجك يعني. فالمقدار ده ياخد 3 معالق او 4 معالق على حسب ذوقك. تمام، بعد ما حطيت السكر هنزل بقى بالعيش بتاعي كمان. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض حلو جدا، وطبعا انا على نار هاديه. بصوا كده هي النار قلت مني بس هديت النار. بعد كده بغطي الحله بتاعتي واسيبها تقريبا 7 دقايق او 8 دقايق على نار هاديه جدا. خطوه مهمه جدا لازم تكون على نار هاديه قوي 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 لحد بصوا ما تبقى معايا كده زي البسبوسه. شايفين كده هو ده شكلها. ببدأ بقى انزلها في طبق وابدأ ان انا اديها شوية اضافات كده بسيطة بحيث نخلي شكلها وطعمها حلو. الاضافات دي اختياري، يعني ممكن ترشي مثلا جوز الهند، ترشي شوكولاتة مبشورة، ترشي اللي هي الشوكولات شيبس الشوكولاتة اللي هي رفيعة، تديها كده على الوش زبيب، مكسرات، اي حاجة تحبيها حطيها كده وقدميها بالشكل ده وهي دافية كده او هي سخنة. يا سلام بقى في الشتاء ما اقولكيش طعمها ما شاء الله حلو جدا. بتوع زمان كده هم اللي عارفينها وكانوا بيعملوها. يا ترى مين بقى اللي عارف اسمها؟ اللي عارف اسمها يا جماعة يكتب لي في التعليقات علشان نشوف مين اللي عارفها. يلا بقى حطوا لايك كتير وبألف هنا وشفا والسلام عليكم.